ورحمة الله وبركاته. تحياتي طبعا لكل الناس الجميلة المنوراني عندي على القناة، وكل الناس اللي تدعمني بلايك او بكومنت جميل. كل التحية وكل الشكر طبعا ليهم. يا جماعة النهارده هنتكلم عن معلومة، زي ما احنا قلنا معلومات هتكون خفيفة ومعلومات هنفهم منها، عشان المعلومة ديت او الحاجة دي قابلت ناس او بتقابل ناس ومحدش ياخدها على نفسه او يفهمها غلط. محدش ياخدها على نفسه او يفهمها غلط. انا اللي انا بوصله او اللي انا بعمله، انا عايز اوصل معلومه للناس عشان خاطر الناس تبقى في الغيه اللي موجوده معانا ما يبقاش عندها اي مشكله بتقابلها في اي شيء، غير ان هي ماشيه صح ومحدش بيضحك عليها والامور معاها 100 فل و14 والحمد لله رب العالمين، ما فيش اي مشاكل بتقابلها خالص. ايه يا محمد بتتكلم عن ايه النهارده؟ بتكلم يا جماعه عن الجوازات النهارده. في ناس كتير جدا بتتكلم بفلوس، وفي ناس بتتكلم بجراوي، وعلى حسب الاتفاق بتاع الجوازه، على حسب ما انت بتتفق مع صاحب الذكر وصاحب النتايه والامور دي بتمشي. امين. طيب انا بالنسبه لي انا بقول فلوس افضل. طب ازاي يا محمد ومش ازاي؟ هقول لك على حاجه. فلوس افضل النهارده الناس بقت تتجوز بتلت الخلفه، وفي ناس بتتجوز بنص الخلفه، وفي ناس بتتجوز بجروين، على حسب ما كل واحد ماشي في مكانه او في غيته او في المنطقه اللي هو فيه بيمشي. بمعنى ان النهارده ممكن يقول لك انا مثلا هاخد نص الخلفه وانت تنقي جاره وانا انقي جاره، او انا هاخد نص الخلفه وانا اللي هنقي في الاول. فانت طبعا نفسك تجوز نتايتك وتخلف وبتاع والكلام من ده، فانت تقول حاضر مش تقول لا. لكن هقول لك على حاجه، هوعدك وبرضه هتعرف الكلام ده بعدين لما ربنا يكرمك والكلبه تولد وهتشوف الجراوي الحلو فيهم مهتم انت بيه قوي بزياده، وشكله حلو وعاجبك ومطقطق كده ومطرقع وهو صغير، والحياه قدام منك جميله انك هتربي الجرو ده، ويجي صاحب الذكر في منت يوم جلقته منك واخد بعضه وماشي. هتزعل ولا مش هتزعل؟ هتزعل طبعا وهتتضايق جدا وهتحكي ظروفك للدنيا كلها. فدايما بقول الفلوس افضل. ليه الفلوس افضل؟ جوز النهارده بفلوس، وليكن 5 ب4 ب3 ب2000 ب1000 على حسب ما انت بتجوز وعلى حسب الذكر اللي انت بتجوز منه والمستوى اللي انت بتجوز منه. بس ده انا عايز اوصله النهارده، هي اقل من 4000 جنيه، هي المفروض كانت 5 بس انا اقول 4، اقل من 4000 جنيه بتاخد فلوسك. بمعنى لو انت جوزت من عندي، وليكن مثلا انا مش بوجه الفيديو ده ليه، انا بوجه الفيديو ده لناس كتير. لو انت متجوز مثلا وليكن ب 4000 جنيه، خلاص المفروض 30 يوم الكلبه مش شايله بتسترد فلوسك. اقل من كده ليك جوازه ثانيه، دي قانون الغيه ماشي كده من زمان خلاص. فانا دايما بقول جوز بفلوس افضل لك. ليه؟ عشان المشكله اللي انا هتكلم فيها. ايه هي المشكله يا محمد؟ ان انا النهارده بروح اجوز بجراوي، صاحب الذكر يشط عليا ان انا هاخد نص الخلفه يلاقيه ينقي الجراوي اللي هي الجميله قوي، الجراوي الكويسه المحترمه، تمام، ويقول لك ايه، انا كده خدت حقي وانت خد حقك. فانت طبعا من جواك هتزعل جامد جدا. الاتفاق يا جماعه دايما بيكون نص الخلفه ديك صعبه شويه، عشان انا عايز اوصلها، دي المعلومه اللي انا عايز اوصلها. نص الخلفه يا اهل الخير كتير ان صاحب نتايه يقعد متمرمط تحت نتايه ويبهدل ويطلع عينه وياكل ويشرب ويطعم ويعمل ده كلته، وفي الاخر انت صاحب ذكر تاخد نص الخلفه. لا حرام كتير. التلت كويس، يعني لو جابت 9 ليك 3، جابت 10 ليك وليكن 4، لكن مالكش 5 ولا ليك 6. انت مش مقسمه في النتايه، هي المفروض 10 ليك 3، بعد كده ليك 2، على حسب. انا بمشيها كده، انا باخد جروين. انا دايما بقول ايه، انا في جوازاتي دايما بعمل كده، بقول يا رب الكلبه تجيب 50 انا ليا جروين، جابت 10 ليا جروين، جابت 2 ليا 1، جابت 1 ماليش حاجه، جابت 3 انا ليا 1، جابت 4 ليا 2. انا ماشيها كده مع الناس اللي جوزت من عندي وعارفه الكلام ده كلته. انا مش بعمل لنفسي دعايه في الجواز ولا الكلام من ده، لكن اللي انا عايز اوصله، لو انت متاح معاك الفلوس جوز بفلوس افضل لك. خلاص، جوازتك بالفلوس هتعمل حاجات كتير قوي. ايه هي يا محمد؟ جوازتك بالفلوس تعمل حاجات كتير قوي. هتعلمك ازاي تنتج وتفرخ، ازاي تطلع جرو. بمعنى انك انت دلوقتي لو جوزت بجراوي فمش فارقه معاك، لكن لما تكون متجوز بفلوس هتتعب وهتقعد جنب الحاجه وهتحب وعايز تطلعها بفروغ الصبر. فنصيحه لله صحابات الذكوره، اللي بيجوز يخف على صاحب النتايه، وصاحب النتايه انا بعرفك اول حاجه، لو انت هتجوز نقي افضل جرو في الاول، خلاص كده، وبعد كده صاحب الذكر ينقي، لانك انت اللي تعبان ومتمرمط. دي الرساله اللي انا عايز اوصلها، يا رب يكون وصلت. وبرضه انا هعمل فيديو عن الكلام ده كلته، لو ان في ناس كتير هتزعل مني كتير قوي وهتهاجمني، بس انا عايز اوصل رساله للناس المربيين او الناس اللي بتنتج. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.